من النساء. والذي يتولى إثارة هذه الفتن هو الشيطان. ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، قال ثم يبعث سراياه لأجل أن يضلوا وأن يفتنوا، قال فإذا رجعوا إليه كان أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. الذي يستطيع أن يفتن الآخرين بقدر أكبر يكون هو الأعظم وهو المقدم عنده. قال كان أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وفي الحديث الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان وجعل الرجال ينظرون إليها أو يفتنون بها أو يستملحونها أو جعلها هي تمشي بمشية معينة تتبختر بها أو نحو ذلك لأجل أن تفتن الرجال. فقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأنت إذا تأملت اليوم في عظم هذه الفتنة وجدت أن المرأة بدأت تستعمل اليوم في الإعلام وفي الإعلانات وفي قراءة الأخبار وفي أنواع الدعايات، وبدأ يتلاعب بحجابها، وصارت العباءة التي إنما شرعت لأجل ستر الزينة صارت العباءة في نفسها زينة. والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. فمن أراد وجه الله تعالى والدار الآخرة فلينأ بنفسه عن مثل هذه الفتنة. ومن الفتن اليوم فتنة الأموال، حتى أصبح كثير من الناس همه أن يجمع الأموال دون أن ينظر أمن حلال أم من حرام، حتى جعلت اليوم الأمانة تنزع من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة نزع الأمانة. قال الصحابي راوي هذا الحديث قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تنزع. قال الراوي فلقد كنت أبايع أي أحد في السابق، كنت أي إنسان أبيع معه وأشتري ما عندي مشكلة، أعرف أنه إن كان عنده دين سيرده دينه إلي أو يرده علي ساعيه، يعني من يعرفون يأتون به إلي، لا تزال في أمانة عند الناس وصدق. قال أما اليوم، هذا الكلام أيام التابعين ولم يمضي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنين. قال أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. بالله عليك أين الأمانة اليوم؟ سواء في محبة الناس لأموالهم أو أخذهم لأموال الآخرين، أو من يستدين أموال الناس ثم لا يعيدها إليهم، أو يمارس معه أنواع الإذلال حتى يعيد إليه ماله. تجد أنه قبل أن يستلف منه المال يسارع إلى إجابة الهاتف إذا اتصل به، أو يسارع إلى المجيء إليه إذا دعاه، وإذا رآه قبل رأسه ويده، لكن ما أن يأخذ منه المال ثم يحل أجل التسديد إلا وجدت أن الهاتف يغير رقمه، وإذا البيت ربما ينتقل منه إلى غيره. كم من الناس اليوم يحتال على الآخرين في جمع أموالهم في مساهمات سواء في أراض أو في غيرها، ثم يأكل هذه الأموال، وتجد أنه لا يكاد يسلم أحد من الناس مثل هذا المصاب. ويبدأ بعض الناس عندهم نوع عظيم من الشرح أن يجمع الأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح قال يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل، لا يهمه ولا يفكر، لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. وفي الحديث عند الترمذي وصححه الألباني حديث كعب بن عياض قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فذكر أن أعظم فتنة على الرجال النساء، وذكر أن أعظم فتنة عموما تفتن الجميع رجالا ونساء وصبيان وكبار وصغار وربما وعقل ومجانين، هي محبة المال. فينبغي الإنسان أن يحذر وأن يعلم هذا الكسب الذي يكسبه من حلال أم من حرام. من الفتن اليوم فتنة علماء الضلال الذين لا يقدمون للناس شرع الله، وإذا سألته لم يعطك ما يريده الله، وإنما يقدمون ما يطلبه المستمعون. فعلا يقدم ما يطلبه المستمعون، فإذا سئل في مسألة وعلم أن الحكم فيها حرام تردد في أن يقول للناس إنه حرام، وكأنه هو المشرع. يا أخي لست أرحم بالناس من ربهم جل وعلا. فتجد أنه يتردد في ذلك، وربما بحث للناس عن المخارج، وبدأ يلعب أحيانا بالفتوى يمينا ويسارا حتى يحبه الناس، أو ربما زعم أنه يحبب الناس في الدين. في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ناس يقولون دلنا على أبواب الجنة، ما أحب العمل إلى الله، قال وأنا أسأله عن الشر.
مخافة أن يدركني، مخافة أني أقع فيه. قال فقلت يوما، اسمع إلى السؤال، قلت يوما يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ نحن الآن في خير، كنا في شر أيام الجاهلية فجاء الله بالإسلام فنحن في خير. طيب الخير الذي نحن فيه هل بعده شر؟ قال نعم. قلت طيب هذا الشر هل بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. تعرف منهم أحيانا أن هذا الكلام فعلا حديث ثابت، وأحيانا تنكر وتقول من أين جاء بهذا الكلام. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فيها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فيما عند مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قد يمسي كافرا وهو يظن أنه على إيمان، يظن أن من الدين أن يفعل كذا وكذا وهي ربما صارت كفرا. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له تعال اشتغل في المكان الفلاني نعطيك 1000 ريال، يقول لا حرام هذا المكان فيه كذا، يقولون طيب نزيدك إلى 10,000 ريال. قال ها والله أنا سمعت فيه قول واحد من العلماء أنه يجوز، ويأتي يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له ما يجوز أن تفتح دكانا تبيع فيه السجائر، تبيع فيه الأجهزة المحرمة، تبيع فيه المعسل والجراك وما يتعلق بهذا، هذا ما يجوز. فيقول لكن أنظر أرى، ثم يرى فإذا الأرباح كثيرة فيأتي ويفتح هذا المحل يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له يجب عليك أن ترجع أموال فلان التي في ذمتك. فيقول كم أمواله 1000 ولا 2000 ريال؟ يقال لا بل هي 1,000,000 ريال أو أكثر من ذلك. فيقول ها طيب سأنظر وأرى وأحاول أن أقنعه، يبيع دينه وأمانته بعرض من الدنيا. أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجعلنا ربنا جل وعلا ممن تأتيه منيته وهو يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ومن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر في آخر الزمان ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري الذي تقدم معنا لما قال صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهم الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. ولا يختلف مسلمان على تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. أما إذا كانت مسلمة فالأمر أعظم، فقد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، إما أنه ارتكب جريمة قتل فيقتل، والثيب الزاني الإنسان المحصن الذي زنى فيرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة يعني المرتد عن دينه. ولما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي لزوال الدنيا
أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد يحرم الرجل من دخول الجنة بسبب دم أراقه. قال أبو تميمة: شهدت